السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد، والفيديو بتاع النهاردة هيكون أسطوري جدا. النهاردة نزل معانا طبعا حدث الكرنفال، وكمان نزل معانا حدث رمضان، وكمان نزل معانا كمية أحداث كتيرة جدا، ونزل معانا كمية إضافات كتيرة جدا. والنهاردة خليك حرفيا تاخد كمية لعيبة كتيرة جدا 107، وكمية جواهر كبيرة جدا. حرفيا الفيديو بتاع النهاردة هيكون أسطوري جدا، فقدرني باللايك واشتراك. فزي ما انتوا عارفين عايزين نوصل ل 2000 مشترك إن شاء الله قبل العيد. وليتس جو على الفيديو. نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا احنا هنا حرفيا لسه فاتح اللعبة دلوقتي عشان ندخل عليها ونستلم كل حاجة قدامكم بالظبط، عشان تكون انت فاهم معانا كل حاجة، وتكون كل حاجة واضحة قدامك، عشان ما تكونش في حاجة معقدة نهائيا يعني. فطبعا زي ما بقول لكم النهارده هنستلم كميه جواهر كتيره جدا. فنبدا كده اول حاجه بتذكره معسكر الاستكشاف، اللي بتقدر تاخد فيها نسختين مسكرين، طبعا تختار اي فرقه في اللعبه وتلعب بيها. طبعا هنا جات لنا رساله اللي هي بتاعت الدوري، فكل حاجه هنستلمها دلوقتي فما تخافوش. اول طبعا نستلم تذكره معسكر الاستكشاف بتاعتنا. وكمان النهارده عندنا في مكافاه تسجيل الدخول كل الناس اللي في اللعبه هتاخد نسخة مسكرانة. وأنا طبعا نزل معانا حادثي الكرنفال وكمان حادث رمضان، هشرحهم الاتنين بالتفصيل. فحرفيا زي ما بقول لكم حدثين قويين جدا نوعا ما، لكن حدث رمضان مخيب للامال. هقول لكم ليه كمان شويه. وناخد نسخه مسكران، وكمان ناخد هنا 500 جوهره، دي اي حد في اللعبه هياخدها النهارده. طبعا هنا معانا اندريك ب 19 جنيه، انصحكم تشحنوا العرض ده، يعني 19 جنيه مبلغ قليل جدا. كمان اندريك يعني هتقدر تحطه في المقايضات، وكمان هتاخد 50 اف سي بوينت، تقدر مثلا تحوشهم لو نزل باكج قوي في الفتره الجايه. مبدئيا كده نبدا اول حاجه بالدوري. طبعا الدوري هيديك جواهر كتيره جدا، فانت هتدخل هنا تدخل جمع، هيديك عدد من الجواهر. يعني انا نفسي استلمت يعتبر 8000 جوهره. انت تستلم جواهر مختلفة عني، ممكن تستلم برضه 8000 جوهرة، ولكن كل واحد هيستلم جواهر شكل. فانا دلوقتي لغاية دلوقتي معايا 9000 جوهرة. طب هتقول لي فين الجواهر التانية؟ اقول لك عندك هنا في المقايضات، تدخل تحت على ديفيجن رايفلز، تدخل هنا يديك 2500 جوهرة برضو. فبرضو يعني لغاية دلوقتي أنا بديك حرفيا جواهر مجانية 100%. طبعا هنا يا جماعة نزل معانا باكجات حدث رمضان، وكمان باكجات حدث الكرنفال. طبعا باكج حدث الكرنفال هو طبعا الباكج ابو 3000 جوهره ده بتاعنا احنا بتاع الفورة. فطبعا نزل فيه كل اللعيبه اللي انا قلتها لكم من امبارح، وحرفيا اللعيبه دي كلها قويه جدا، خصوصا اللعيبه ال 107، خصوصا لويس دياز، وخصوصا برونو جوماريش، كمان روبرتو كارلوس اقوى اللي بيه في اللعبه. عارفين الباكج هيبقى قوي جدا. وكمان نزل معانا في باكج 3000 جوهره، ما نزلش اي حاجه جديده، نفس اللعيبه كلها، فاللعبه كومتهم وحطيتهم في باكج واحد. فالصراحه ما انصحكش تفتح على الباكه دي، انصحك تفتح على باكه الكرنفال. كمان للاسف في حدث رمضان ما نزلش اي حاجه مميزه، وحرفيا نزل باكج واحد بس. هو الباكج ده من 103 ل 107 ب 10,000 جوهرة. ما انصحكش ان انت تفتحه، لان كل اللعيبه دي يعني نوعا ما ضعيفه، ما فيش غير يعتبر محمد صلاح ودروجبا، والنسخه التانيه من محمد صلاح وبنزيما، يعني يعتبر اللعيبه ال 105 بس. فحتى اللعيبه ال 105 دلوقتي بقت ضعيفه، فما انصحكش ان انت تفتح على باكا بتاعه رمضان خالص يعني. وطبعا لحد رمضان هتقدر تاخد منه نسخه مسكرة مجانيه هنا في الباكجات، يعني انضم الى واحد من تحدي رمضان، وده اشرحه لك دلوقتي. هنا عندك شويه تحديات في الاخر تقدر تاخد نسخه من نسخ ماسكرانو. ندخل الأول بقى على شرح حدث الكرنفال، إن برضو الحدث هيكون نوعا ما مميز جدا، وتقدر تاخد منه لعيبة كتيرة جدا. وأقول لك إزاي تاخد حرفيا منه لاعب 107 بطريقة سهلة جدا وبطريقة بكل سهولة. ندخل الأول على الحدث، هتختار واحد من التلاتة، يعني هتختار يا إما السي بي، يا إما السي إم، يا إما الإس تي. طبعا ما انصحكش إن أنت تحطه الصراحة في تشكيلتك، لأن 103 نوعا ما ضعيف، فأنت تختار أي حد فيهم. يعني أنا مثلا ممكن أختار الولد ده اللي هو زريبرتو ده، هختاره. طبعا مش هحطه في التشكيلة، ولكن هختاره عشان أمشي في المسار بتاعه. لازم أن تختار حد فيهم حرفيا، فأنت كده كده هتاخده مجاني يعني. شكرا يا بلينجهام، شكرا يا بلينجهام، ملناش دعوة بشرح ولا بلينجهام خالص. مبدئيا كده بيقول لك يتم التحرير عند 10 مليون من إجمالي تقدم الاستعراض، وهنا 15 مليون، وهنا 20 مليون. طب إيه تقدم الاستعراض ده؟ كل ما أنت بتلعب هنا كل ما بيجيلك حاجة اسمها تقدم في الاستعراض. هتلعب الماتشات دي والسكيل جيم، وتلعب الماتشات دي والحاجات دي يوميا. يعني بقول لك أنت عند 19 ساعة فتقعد تلعبهم، في الآخر هتقدر تاخد اللي هي واحد أو اتنين من تقدم الكرنفال يعني. شايف هنا كل يوم هتقدر
تفتح واحدة، كل يوم هتقدر تفتح واحدة، كل يوم هتقدر تفتح واحدة، لغاية ما هنا مثلا عندك باكج من 8 و5. وهنا مثلا عندك 50 نقطة من قطعة الكرنفال، وابدأ عد معايا. هنا 50 نقطة، وهنا 100 نقطة، كده 150 نقطة. وهنا لاعب 103 مش هتحطه بتشكيلتك ب 30 نقطة. هنقول يعتبر لغاية دلوقتي 200 نقطة تقدر تاخدهم من هنا حرفيا، تحطهم في المعرض. وكمان هنا عندك 100 نقطة، يعني قلنا 200 نقطة و100 نقطة، هنا يبقى كده 300 نقطة. وعندك هنا كمان في تصريح النجم النقط، طبعا تصريح النجم يكون في ماتيوس كونها. فعندك قلنا كام؟ قلنا 300 نقطة صح؟ ده عد بقى معايا. تقريبا برضو هنا المفروض يبقى في نقط، مفيش نقط، يعني حتى اللعبة بقت داخلة في تصريح النجم. فقلنا 300 نقطة تقدر تاخدها من القسم ده. عارف ال 300 نقطة دي لو جمعت عليهم 400 نقطة أو 450 نقطة كمان، هتقدر تاخد لاعب 107 اللي هو يا لويس دياز، يا كمان يا برونو جوماريش، اللي هو طبعا تقدر تجمعهم عادي جدا من الباكجات. فحرفيا أسطوري جدا تقدر تاخد لاعب 107. وطبعا المكافآت هنا برضو أسطورية. يعني الحدث يعني احسن حاجه في قسم المعرض قسم الرئيس، الصراحه مش شايف ان هو في حاجه مميزه. هو يا دوبك انت تلعب الماتشات والسكيل جيم اليوميه، وهتقدر تبدا تتقدم في المسار. حتى المسار ما فيهوش اي حاجه كويسه الا القطع بتاعه التبديل يعني. فطبعا كده كنا شرحنا الحادثين الكرنفال وكمان حدث رمضان. تعال برضو حدث التوت، لان برضو نزل معانا حاجه قويه جدا جدا النهارده، وحاجه حرفيا مميزه جدا. وخلاص النهارده طبعا كله هيقدر يختم حدث الالتيميت توت. هتقول لي ازاي نختمه؟ اقول لك النهارده طبعا نزل معانا الاسبوع الرابع والاسبوع الاخير منه. شايف اهي دي المكافآت بتاعت الاسبوع الرابع والاخير. المكافأة بتاعته هتقدر تاخد في الاخر لاعب من 101 ل 107. طبعا هنا الاول هيديك ان انت كمبيوتر كده التصنيف خمس لاعبين، احصل على 5 حزم من المتجر، وكمان اكمل 30 تدخل في اي نمط، واكمل 500 تمريره في اي نمط. يعني اول ما تخلصهم دول، ولو انت مخلص الاقسام الاولانيه، تقدر تختار هيفتح لك الاربع مكافآت دول. وطبعا انا كالعاده انصحك تاخد ال 200 نقطه من نقط التبديل. وطبعا اشارات الشغف ده هنقدر نختمه يوم السبت، فطبعا ما نزلش اي حاجه جديده فيه. وطبعا هنا برضه عشان ما ننساش نزل معانا حاجه جديده في مركز كره القدم، وهي لعيبة البوتوم. طبعا نزل معانا لعيبة كتيرة جدا، ولكن للأسف مخيبة. يعني أنا توقعت الصراحة إن يكون أقل، إن يكون إمبابي مثلا 105 وديمبلي 104. اللعبة نزلت إمبابي 104 بس، فدي حاجة نوعا ما وحشة قوي. 104 بقى بقى أوفر ملوش لازمة يعتبر. وعايز لاعب منك 103 لاعب، 2 لاعيبة 102، 3 لعيبة 101، لاعب من البوتوم 99، و2 لعيبة 97. يعني ما انصحكش ان انت تجيبه ب 104، بقى اوفر وحش قوي. فيعني انت لو بدلت شوية نقط بس في قسم المعرض، تقدر تجيب مهاجم 106 عادي جدا، ويكون كمان مهاجم قوي، سواء كان في التوتي، او سواء كان في الكرنفال يعني. وبس بكده كنا وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. بتمنى منك لايك واشتراك على الزر، نوصل ل 2000 مشترك قبل العيد. سلام.